كان نفسي ابقى محامي، ودخلت كليه الاداب بالمصادفه البحته، يعني ودخلت قسم الاثار بالمصادفه البحته. وسبب دخولي قسم الاثار، قالوا ان اللي بيتخرج من الاثار ده بيطلع مترجم، فانا كنت بحب اللغات يعني، حلو. فقلت كويس اطلع مترجم. وكنت طالب مش يعني كويس، يعني كنت يا دوب بنجح، كنت في حد طلبه وبلعب كوره وكان لي تمثيل، وكان لي يعني انشطه بعيد عن الدراسه، فما اهتمتش بالدراسه. فدراستي للاثار كرهتني في الاثار. كرهتها. ليه بقى؟ الاساتذه كانوا مش محضرين، بيترجموا من كتاب وهم قاعدين. ما كانش غير استاذ واحد اسمه فوزي الفخراني، كان بتاع اثار، وكان لذيذ يعني لكن ما حببنيش في الاثار. زمان بقى كنا الدوله بتعين الخريجين، اه، كان في اللي هو القوى العامله. كله بتعين، الكويس ولا وحش. وانا كنت بقى راجل خرج بمقبول وما عنديش اي حضرتك يعني كنت مقبول؟ مقبول اه. يعني فودوني مصلحه الاثار. ربنا يكفيك شر بتوع الاثار دول. يعني شوف، انا حاولت بشتى الطرق اخليهم يحبوا بعض، لكن احنا عامه عندنا في مجتمعنا ان احنا دايما بنحقد على بعض وبنبص لبعض. يعني انا لما بسافر اي بلد، عمري ما لقيت واحد بيقول لي ده جان عمل ولا ده عمل ولا اطلاقا. لكن اقعد هنا في اي مكان تلاقي النقد والبودكاست اللي بيتكتب ضد ده وضد ده لا. فانا لما بقى بدات هقول لك حاجه، وازاي غيرت حياتي، وازاي انا بنصح. انا رايح بكره الجامعه اليابانيه، بعمل محاضرات دايما للطلبه، فبحكي لهم القصه اللي بحكيها لك دي عشان الطلبه يبقى لهم قيم، ويعرفوا ممكن حياتهم تبقى ازاي. مش معناه ان انت تبقى طالب فاشل في الجامعه. الجامعه دي حاجه تلقين، بتحفظ وتقرا وتاخد امتياز، لكن الحياه العامه بتختلف تاني. فانا لما اشتغلت في مصلحه الاثار وكرهت الناس، لقيتهم بيشتموا بعض وبيعملوا مقالب في بعض وحاجات فظيعه. يعني حسيت ان انا امام شخصيات بتكره بعض. وانا من نوع اللي اتعلمت من ابويا الله يرحمه حاجات كتير جدا، منها ان انا اساعد الناس واحب الناس. وسيبك بقى ان انا طالب فاشل، ده موضوع تاني. ف حاولت اسيب الاثار، اروح الخارجيه ما عرفتش، اروح السياحه ما عرفتش، قدمت في المسرح في وزاره الثقافه عشان اتنقل بدرجتي من الاثار اروح المسرح. زمان كان الحكومه بتديك درجه، تنقل من درجه درجه وظيفيه. لدرجه لا يمكن. اه طبعا. فكان ايامها ماسك الاثار بقى اسمه الدكتور جمال مختار الله يرحمه، كان راجل عظيم جدا. انا هو بقينا اعز اصحاب بعد كده. وانا عيل صغير، ليه هو كان مصلحه الاثار دي ورا المتحف المصري قبل ما يهدوها ووضبوا الحكايه دي وينقلوها في التحرير. في التحرير. وكان مركز تسجيل الاثار في الجنب الثاني ايضا اتهد. فلقيته مقابلني بالمصادفه، حد قال له ده الجدع الجديد اللي انت طلعت له قرار ده، اللي طالع السلم ده، قال له هاتهولي. رحت له، قال لي انا مطلع قرار ان انت تروح تشتغل حفاير في كذا. قلت له وبعدين؟ قال لي انت من لحد دلوقتي بقالك كذا شهر متغيب، وانا حولتك للتحقيق، ولو ما سافرتش الحفاير هتخصم منك 15 يوم الحفاير دي اللي هي التنقيب. تنقيب. فخفت، فاخدت شنطتي ورحت الحفاير دي. والحياه اتغيرت بقى من ايه؟ ما ان وهم بيكشفوا على المقبره، والعمال بعتوا لي وانا بنظف، كان في تمثال نسخه منه موجوده في مكتبي، ريبليكا من الفايانس لإلهة الجمال حتحور. تمثال رائع، حاجة. شوف هو بيطلع لك بقى من جوه المقبرة وانت بتنظف عليه بالفرشة، وبيطلع عينيه، وبعدين يطلع مناخيره، وبيطلع شعره، بيطلع كان جسمها. حجمه قد ايه؟ لا، حجمه حوالي مثلا نص متر. جميل جبال. وانا بنظف بقى دخل جوايا عشق الاثار، فعشقت الاثار. عارف انت لما تعشق واحده ست، فتروح تجيب لها هديه، وعايز تسفرها، وعايز تعمل لها اي حاجه. صح. فانا لما عشقت الاثار زي ما تكون بتعشق واحده ست. غيرت حياتي. اولا بدات اقول انا راجل جاهل عايز اتعلم. العشق خليك تتعلم. طبعا.
فدخلت كليه الاثار وخدت دبلوم الدراسات العليا في الاثار المصريه.